وصفتنا الليلة فطاير الطاسة، فطاير سهلة التحضير من دون ولا عجن ولا فرد ولا تقطيع. طعمها لذيذ وطريقتها سهلة زي ما قلت لكم، والحشوات زي ما انتوا حابين. يلا نشوف طريقة تحضيرها. اولا هحتاج للفة من الجلاش، انا بستعمل جلاش السنبل لانه كويس جدا. بعد كده هحتاج لدهان للجلاش ده او تشريبة، عبارة عن زبادي وزيت وملح وفلفل اسود، هلخبطهم مع بعض واخليهم على جنب. الحشوة بتاعتي عبارة عن لحمة مفرومة وجبنة شيدر وجبنة موزاريلا، والحشوة هنا اختيارية تماما زي ما انتوا حابين. الطريقة هناخد ورقة من الجلاش، ورقة واحدة بس، هطبقها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هدهنها بالتشريبة بتاعتنا، هدهنها كويس، هقفلها بكل اتجاهات عشان الجلاش يلين ويطرى معانا. بعد ما دهنتها كويس بعد كده هنزل بالحشوة بتاعتنا. الحشوة هنزل بعيدا من الأطراف عشان بعدين التكفيل بتاع الفطيرة بتاعنا يكون مظبوط. والحشوة زي ما أنا قلت لكم زي ما انتوا حابين، ممكن خضار، ممكن دجاج، ممكن لحمة، ممكن ميكس أجبان، أي حاجة متوفر عندكم تحشوها. بعد ما نزلت باللحمة بتاعتي والجبنة بعد كده هقفلها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هاتني الأطراف أول اليمين واليسار وبعد كده هأقفل وألفها. بس طريقتها سهلة جدا، هتريحكم خصوصا لو كنتوا عايزين كمية كبيرة. هنلفها كده وبعد كده في الطاسة بتاعتنا على شوية زيت هننزل بالفطاير بتاعتنا وعلى نار هادئة، ونخليها لغاية ما تتحمر معانا براحتها. هنقلبها يمين ويسار لغاية ما تتحمر معانا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. ما هتاخد معانا وقت كتير وهتكون جاهزة معانا. جربوها هتعجبكم إن شاء الله، وما تنسوا تشتركوا في القناة ولايك للفيديو لو عجبكم. مع السلامة، في أمان الله.